السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب يكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من هبة الخضري. وبشكر كل متابعيني حبايبي، ومتنسوش في اللايك. النهاردة كده معانا وصفة حلوة وهي محشي كرنب. يلا بقى، الشتاء خلاص داخل علينا والحاجات الحلوة بتاعت الشتاء هنبتدي نعملها. كده معايا كرنب طبعا زي ما انتوا شايفين كده، اقل من الوصف بشوية. دي كانت عاملة حوالي 30 جنيه، هي غالية طبعا علشان لسه ده بشير الكرنب، يعني لسه نازل الكرنب دلوقتي اللي هو كرنب الشتاء. غير الكرنب بتاع الصيف ده ما بحبوش خالص، اللي هو اسمه بطي، بيبقى معرق كده وبيبقى مش حلو في اللف خالص، والصباع كده بيطلع شكله مش ألطف حاجة. طبعا في الشتاء الكرنباية دي بنجيبها مثلا ب15 جنيه ولا حاجة. كده بعمل بشيل ورقة مش صالحة للأكل، مش كويسة من الطروف، وبقطع العود بتاعها، العصبة اللي من فوق، وبقورها كده علشان انزلها، بغطسها في المية مرة واحدة، بحط في المية ملح وكمون بتطعم الورقة معايا، وبنزلها وبشيل ورقة ورقة كده لغاية ما الورق كله ما يخلص معايا، يتسلق نص سلقة، وبشطفها بمية ساقعة على طول. اي ورقة بطلعها بمية ساقعة، بقطعها بقى، بشيل العرق كده منها، وبقطعها كده اجزاء. الجزء ده بيبقى طول الصباع بتاعي. بعد كده بمسك الجزء اللي انا قطعته اجزاء ده، بقطع كده او ورقه ورق على قد اللف اللي انا بلفه، وارصه كده فوق بعضه. طبعا كلنا عارفين طبعا السلق وكده، بس في بنوتات صغننين كده حبايبي آه لسه يعني في التعليم وكده، ومتابعيني وكده اهوت، فبقول لهم الطريقه ازاي بتاعه سلق الكرنب. يعني انا جبت الوصفه من اولها. كده بقى نعمل تخديعه، واحلى تخديعه كده للمحشي بتاعنا. في ناس بتحب تخدعها مع اللحمة المفرومة، وانا بعشق الطريقة دي قوي، بس للأسف ولادي ما بيحبش اي لحمة مفرومة يعني. آه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أعظم العزة لله الإقامة. وانا للأسف مش عارفة أفصل، عشان لو فصلت ما بعرفش منتج تاني عليه، عندي مشكلة في المونتاج. طبعا احنا عملنا هنا يا حبايب قلبي، خدعنا بصلاية كبيرة، وبنزلت عليها بتلات اكياس صلصة كده عشان يدوا طعم ولون حلو للمحشي بتاعي. وطبعا ضربت لها طماطم، واسيب بقى كل الكلام ده يتسبك. بس بقى السر بقى في الخلطة نفسها بقى من جوه. هقول لكم بحط طبعا ملح وفلفل اسمر وكمون، وبدل السكر بحط لها بقى معلقة كبيرة دبس رمان. بتفرق أوي في طعم المحشي بتاعنا يا حبايب قلبي. طبعا بتجيبي خضرتك اللي هي الشبت والكزبرة والبقدونس، وبتنقيهم وتغسليهم طبعا، وتقطعيهم وتخرطيهم حتت صغيرة خالص كده. بنزلها بدبس الرمان اهو، بيدي طعم ولون حلو، بيغمقلك برضو الصلصة، وبيدي طعم حلو قوي، ويضيع برضو الحموضة بتاعت الطماطم. كده اتسبكت خلاص، بنزل بقى بالخضرة بتاعتي، وانا بحب اكتر بقى قوي كده في الخضرة وفي الصلصة، عشان المحشي كده بيبقى مخدوم وحلو. كل ما تيجي، لو سلام بقى لو في حتة سمنة بلدي، يعني خرافة، لو كنت حطيتيها مع حبة زيت في الأول مع التقلية بتاعت البصلة تبقى تحفة. كده بقى نزلت بالخضرة بتاعتي كله، وهطفي عليها، مش عشان مش عايزة الخضرة بتاعتي تدبل أو تسود. وهنا كنت عاملة الرز غسلاه ومصفياه تمام يا حبايب قلبي، وابتدي أقلبه مع الصلصة بتاعتي. بس كده اتعملت التخديعة، بس بقى تهدى شوية كده وتبرد، عشان الرز يتشرب كل الصلصة، ميبقاش فيه اللي هي الصلصة يعني سايبة كده، بيبقى الرز شربت الصلصية خلاص، بيبقى الرز ماسك كده في قلب نفسه، مفيهوش سوائل. هنا بقى القاعدة بتاعة الحلة بتاعتي كده، بوريكم بقى رصة الكرنب اهو، والبصوا اللي هنا بقى التخديعة، الرز شربت الصلصة بتاعتي واحمر وبقى جميل. بحط في قعر الحلة بتاعي او القاعدة بتاعة الحلة بتاعتي، بخرط لها بصل، وبحط لها حبة فلفل اسمر وزيت. بصوا بقى السر بقى هنا بقى، بعد ما احط الشوربه بحط حبه كوبشتين لبن كده، بيبقى حلو قوي قوي قوي، بيدي طعم جميل. طبعا بعلي عليه النار يشرب ميته الا حبه بسيطه، واوطي عليه بهدي عليه لغايه ما يستوي، يبقى اول واحده من فوق زي اخر واحده.
كده خلاص بقى، اتفضلوا معايا